السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في عالم الطيور. النهاردة بصور لكم من عند الفراخ البلدي الهجين العادي عمر 25 يوم. شايفين اللهم بارك، شكلهم اختلف قوي عن الفيديوهات اللي قبل كده. انا طبعا انتوا متابعين معايا في القناة، انا كنت جايباهم عمر يوم الفرخ ب11 جنيه. ده فرخ بلدي هجين عادي، فما شاء الله انا ربيته من عمر يوم، دلوقتي بقى عنده 25 يوم دلوقتي. شايفين ما شاء الله. انا بقى طالعه انضف لهم. انا كنت حاطاهم في المكان ده كله اللي هو ده، وطبعا ما بقتش اللونات دي، انا بقيت لمبه واحده بس في السقف، ودول بس علشان الاضاءه وكده في التصوير. شايفين الدنيا بقى متوسخه عندهم، فانا هنضف لهم. شايفين انا بقى طلعتهم من المكان اللي كان جوه ده وطلعتهم هنا. شايفين انا كنت حاطاهم في المكان اللي هو اللي جوه ده زي ما قلت لكم. بدأوا ما شاء الله يدنهم، فبقيت بسمع صوتهم يعني وانا تحت. انا كنت حاطاهم في المتر ده، تمام، ده متر كده بعرض الأوضة، تمام، يعني تقريبا كده ايه 3 متر ونص، بس ده كده بقى ضيق عليهم، فانا طلعتهم فتحت لهم بقى المكان ده، فتحته خالص، بقوا بيطلعوا هنا كده في الأوضة كلها عشان الجو حر وياخدوا راحتهم، يجروا ويلعبوا براحتهم. شايفين ما شاء الله. فانا هنضف لهم الأوضة وهنرش جير ونعقم الأرضية وتشوفوا. خليكم كملوا معايا الفيديو للآخر عشان تشوفوا هنعمل ايه. دلوقتي يا جماعة بعد ما نضفنا الفراخ، شايفين ما شاء الله اللهم بارك اهو. النظافة ده أهم حاجة زي ما أنا قايله لكم قبل كده. طبعا برضو اللي متابع معايا الفيديوهات كان عارف ان الفراخ كانت تعبانة، وكان فيها فرخ كده كان تعبان وميت، يعني الفرخ ده ميت اللي انا كنت صورته معاكم قبل كده. الفرخ ده مات، فانا عرفت انهم عندهم احتباس حراري، فحطيت لهم العلاج في فيديو على القناة لو حابين تدخلوا تشوفوه. كان عندهم احتباس حراري والحمد لله عالجنا يعني بقيت احط لهم العلاج والحاجات اللي هي بتخفف عنهم الحرارة وكده، فما شاء الله اللهم بارك بقوا كويسين. شايفين بقى نضفنا الحتة ازاي، يعني نضفنا الحتة اللي جوه دي برضو هما بيروحوا يلعبوا فيها. شايفين ما شاء الله. بس انا ما بقيتش لهم نور فيها، هما بيدخلوها كده، انا بقيت نور بس في الاوضه اللي هي اللي بره الكبيره دي، فهم بينتشروا ما شاء الله في المكان ازاي. شايفين اللهم بارك اهو. فده كان التنظيف بتاعنا. انا كنست بس بالمقشه العاديه خالص بتاعت البيت، لان انا بفرش الفرشه دي اللي هي النشاره على تب، فمفيش حاجه بتلزق في الارضيه ما شاء الله، مفيش فيها اي حاجه لازقه، تمام. وده انا فرشه برضو سايباه مفروش كده، بقى تنظيفه برضو سهل قوي. بشيل الشكاير بنفضها واحطها تاني وافرش تاني وارش عليها اللي هي النشاره ديت او التبن. شايفين اللهم بارك. هجيب لكم بقى الفراخ من قريب علشان تشوفوها ما شاء الله. شايفين اللهم بارك. الفراخ دي كويسه جدا يا جماعه ما شاء الله، وانا ربيتها قبل كده، فانا بنصحكم تربوها ما شاء الله اللهم بارك. اسمها فراخ بلدي هجين عالي. شايفين ما شاء الله، تبقى فراخ عاليه وكلها لون واحد ازاي، عامله زي الفراخ الساسو كده. شايفين، ورجليها بتبقى تخينه وبتبقى عاليه ما شاء الله، كلها فراخ حمرا قليل يعني لو لقيته فرخ ملون عن كده. شايفين اللهم بارك. انا بقى حطيت لهم العلف اهو، ومليت لهم السقايات، حاطه لهم 2، واحده كبيره وواحده اللي هي 2 لتر، وواحده دي تقريبا مش عارفه 3 ولا 4 بصراحه مش عارفه، بس هي ما شاء الله كبيره عندي. نضفت برضو السمان اللي انا حاطاه هنا. لو عايزين تشوفوا برضو فيديوهات السمان ادخلوا على القناه هتلاقوا فيديوهات اهي. شوفوا ما شاء الله، انا ما بقتش له لمبه، الجو حر وهو شايف من اللمبه بتاعه السقف، فبستغل الاضاءه يعني اللي في السقف بتنور للفراخ وبتنور للسمان. شايفين ما شاء الله حجمه دخل. شايفين يا جماعه بقى المكان ما شاء الله. عايزاكم يا جماعه كده تشجعوني وتعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك في القناه عشان القناه تكبر بكم ان شاء الله. شايفين السمان اهو. السمان كده بقى عمره 20 يوم ما شاء الله. انا كنت مصوراه معاكم، انا كنت جايباه عمر 10 ايام ما شاء الله. شايفين حجمه بدأ ما شاء الله اللهم بارك. فهتلاقوا برضو في فيديوهات كتير عن السمان على القناة.
وابقوا ادخلوا شوفوه. بسم الله. شايفين ما شاء الله الفراخ بقى كمان السلك هما صغيرين، والسلك انا محطتش لهم شبكة تحضين، محطتش لهم الشبك بتاع التحضين، حاطه لهم السلك الواسع ده فرجلهم بتنزل منه. المفروض كنت احط لهم الشبك بتاع التحضين اللي هو زي ده كده، اللي هو ده، عشان رجلهم صغيره ما بتنزلش منه، لكن الشبك اللي تحتهم ده واسع فرجلهم بتنزل منه لانهم لسه صغيرين ورجلهم صغيره. فشايفين بقى ما شاء الله الفراخ. على فكره ده انا بنضف لهم كده بالليل، احنا كده بالليل ما بعرفش بصراحه اطلع بالنهار، الجو بيبقى حر وما بعرفش انضف لهم بالنهار خالص، فانا بنضف لهم دايما بالليل. الجو بيبقى حلو شويه عن النهار، وكمان الفراخ يعني بتتحمل معايا يعني الفرهده وكده، بنقلهم من هنا لمكان وبيبقوا خايفين وكده، فعادي بيتحملوا. فالتنظيف بالليل بصراحه بالنسبه لي يعني احسن من بالنهار يعني. ما شاء الله شايفين انا حاطه لهم علفتين وسقايتين، سقايه كبيره وسقايه صغيره. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. النظافه يا جماعه اهم حاجه، زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات، النظافه هي اللي تديكم ان شاء الله دوره كويسه، وما يبقاش فيها مشاكل يعني كتير، ما يبقاش فيها الامراض وكده والحاجات. يعني اغلبيه الامراض بتيجي بصراحه من قله النظافه، فاحنا لازم ننضف لهم على طول. شايفين ما شاء الله هي كده ما شاء الله. انا نضفتها كنستها بالمقشه ورحت رشها بقى رشيت في الجير بس في المنطقه اللي هناك اللي كان واقع فيها الميه، لكن هنا كده انا رشيت بس اللي هو التبنه على النشاره الناشفين. شايفين اللهم بارك. رب يا جماعه الفراخ ديت هتعجبكم قوي ما شاء الله، حلوه خالص والله. انا بربيتها قبل كده كتير وما شاء الله حلوه قوي، واخد منها اوزان كويسه. بلدي هجين عالي، هو في بلدي هجين لكن دي بلدي هجين عالي، حتى كلها تلاقيها لون واحد، فراخ حمرا كده. انا بقى كنت طهرت وانا بعد ما كنست طهرت بقى ايه الاوضه والمكان اللي هما فيه بالبخاخه ديت بخاخه يدوي تمام. فانا بحط فيها غطا اكتوميثرين اللي هو البشري من الصيدليه البشري، اسمه اكتوميثرين. الازازه ديت بجيبها بتكفي معايا كتير خالص تمام. بجيبها ما شاء الله يعني بتقعد معايا يجي سنه ونص. بعمل الغطا على لترين ميه او على لتر ونص ميه، ما بعيرش بصراحه لما بحط الغطا في البخاخه اليدوي دي، وببخ بقى في الاوضه وعلى الجدران وعلى الفراخ نفسها عادي، ما تخافوش. على الطيور نفسها وامن خالص على الطيور، فما بيعملش فيها حاجه خالص، بالعكس لو فيها اي حاجه ما شاء الله بتموت، اي حاجه صغيره كده بتموت، حشره صغيره، اي سوسه، اي حاجه في الارضيه ولا في الجدران بتموت ما شاء الله. احنا بنطهر لهم بقى الارضيه بالاكتوميثرين ده، وبنرش على الفراخ برضه. ما بتجيبها على الفراخ او على الطيور او على الحمام، بيخش الفاش بتاع الحمام ما شاء الله بيطهر لك الارضيه ويطهر لك الطيور نفسها. تلاقوهمش يقعدوا يهرشوا كده، او لا تلاقي ريشهم نضيف وما شاء الله. فتربخها على الفراخ ما تخافيش، هو امن خالص على الطيور، هو بشري اصلا وعلاج الجرب من الصيدليه البشري. يعني انت لو قريت اللي عليه هتلاقي عليه اللي هو علاج الجرب تمام. ربنا يعافينا يعني. فاحنا بنجيبه بنرشه على الفراخ. الازازه تقريبا دلوقتي تقريبا ب60 جنيه، يعني من 55 تقريبا 60 كده يعني، فبتكفي معاكي كتير قوي ما شاء الله. تطهري بيها وتنضفي بقى فراخك وطيورك والجدران والارضيه، بخ كده ما تخافيش براحتك عادي يعني، هو امن خالص. والجير انا يعني شايفين المكان ده اهو، مكان السقايه ده كان السقايه كانت وقعت، فانا تخرتها وجبت جير اللي هي الشكاره اللي هناك ده اهي، جبت جير منها ورحت رش عشان الرطوبه اللي في الارضيه وكده، عشان السطح برضه يعني لازم نحافظ على الحاجه. واللي شايفين الادراك دي شايفين ما شاء الله سهله ازاي اهي. شايفين النظافه بقى، السمانه اهو ما شاء الله اهو، مفيش اي حاجه يعني بتغلبني او ان شاء الله اهو.
شايفين ما شاء الله المدرجة هي بنزقها كده، وما بنحتاج ننضفها بنشدها كده ونطلعها ونلم اللي فيها. انا حاطه فيها جير برضو علشان الزرق ملزقش فيها. فما شاء الله تابعوني يا جماعه في القناه. تشجيعكم والله واللايكات بتاعتكم وتعليقاتكم بتفرحني والله قوي. فتابعوني بقى في القناه عشان تشوفوا معايا تربيه جميع انواع الطيور. انا غاويه بصراحه وبربي بقالي فتره طويله، فما شاء الله هتستفادوا معايا ان شاء الله، بنستفاد من بعض يعني وبنتعلم من بعض. فتابعوني بقى في قناه عالم الطيور، وادخلوا شوفوا الفيديوهات اللي على القناه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم اعملوا لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.